السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد الطويجن ديال الحوت مع الخضره. اي خضره نتوما متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوها. هذا الطاجين هذا بصراحه راه كيجي زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المراحل اللي انا كنستعمل وتشاركوها معايا، وتنتمنى تعجبكم. غنبداو على بركه الله. انا عندي هنايا الحوت ديال القرب، عندي هنايا حوته اللي كتوزن كيلو ونص، وانتم اي حوت كتوفروا عليه راه يمكن لكم ديروا نفس الطريقه. انا كتشوفوا هنايا انا غاسلاه مزيان هنايا وفاتحاه من الظهر ديالو، ضروري تفتحوه من الظهر ديالو باش كنعمروا هاد لافاص ان شاء الله اللي غادي نستعملوا في هاد الحوت ديالنا. انا هنايا زولت له حتى هاد العين لان راه كطرطق وكتعطي واحد المذاق اللي كيكون قبيح. بالنسبة للشرمولة أنا هنايا دقة القزبور والمعدنوس والثومة، عندي زلافة عامرة، معلقة عامرة ديال مطيشة ديال الحك. العطرية عندي معلقة عامرة ديال قزبور حبوب، معلقة عامرة ديال فلفلة حمراء، معلقة صغيرة سكينجبير، معلقة صغيرة ديال السودانية، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال الكمون. بالنسبة للحامض أنا عندي هنايا واحد الحامضة اللي راني معصراها. أنا كنفضل دائما الحوت كنفضل الحامض على الخل، وعندي واحد شوية ديال الملحة. دائما الملحة على حسب الذوق، حتى تذوقوا عاد يمكن لكم تزيدوا الملح. وعندي هنايا بالنسبة للأعشاب عندي هنايا واحد المعلقة عامرة ديال الزعتر اللي كنحكو هكا غير باش كيعطينا داك الذوق وكيكون صحي كذلك حتى بالنسبة لهاد الشرمولة هادي. صافي وكنضيفوا واحد شويه ديال الماء باش كنخلطوا هاد الشرموله وكتساعدنا باش كنشرموا بها الحوت ديالنا. انا هنايا كنفتح الحوت ديالي اللي كنعمرو مزيان بالشرموله. حاولوا تعمروا الجوانب وتعمروها مزيان باش كيدخل فيها هاد الشرموله، كتدخل فيها مزيان. عمروا حتى الجهه ديال الراس. وبالنسبه للظهر انا هنايا راني كندير واحد الفتيحات في الحوته هي باش كنعمر حتى هاد الفتيحات هادو كنعمرهم مزيان بالشرموله وتندخل الشرموله مزيان. كتعطينا واحد المذاق اللي كيكون الصراحه زوين. هي من الاحسن هاد الحوت هذا تبقى فيه شرموله على الاقل واحد الساعه او ساعه ونص، هي القليله. اما الا كان عندك الوقت راه كي كتشرم ليها وتتخليها حتى كتشبع شرموله عاد كنكملوا التحضيرات ديالنا. انا هنايا عمرتها مزيان بالشرموله، من بعد غندوزو للمرحله الثانيه. انا بالنسبه الشرموله اللي كندير الحوت راني ما كنضيفش ليها الزيت باش كتشرب مزيان شرموله. انا كنخلي الزيت حتى المرحله الثانيه عاد كنضيف شرموله. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نشوفوا المرحله الثانيه. انا هنايا الشرموله اللي بقات ليا لان راني درنا شرموله بزاف كنضيف ليها واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون. الا ما عندكم زيت الزيتون يمكن لكم تضيفوا زيت المائده. انا هنايا كنحرك هاد الشرموله مزيان غير باش كتندمج مع هاد الزيت. وبالنسبه للخضره انا هنا اكتفيت بمطيشه وببطاطا وخيزو نتوما والفلافل. نتوما عندكم الاختيار اي خضره تتفضلوها يمكن لكم ديروها اللي كتكون مرافقه لهاد الحوت اللي عندنا في الفران. كناخذوا هاد الخضر هادي اللي هي خيزو وبطاطا اللي كنقطعوها اي واحد كيقطع على الشكل اللي كيفضل. وعندي كذلك هاد لا فيرميسيل اللي درتها في المطايب وصفيتها وقطعتها. بالنسبه للفلافل عندي هنا الفلافل الانواع ديالها مع واحد حامضه اللي كتكون مصيره وواحد الحك ديال لي شامبينيون. نتوما اي شامبينيون كتفضلوا، يا شامبينيون الاسود او هاد الابيض. انا هاد الشرموله غنحاول ناخذ منها واحد شويه اللي كنضيفها لهاد الخضر هادي باش نحركو. ودائما انتبهوا الملحه. هنايا انا راني ضفت واحد شويه ديال الملحه. الخضر هنايا راه ما مسلوقينش، خضر اللي كتكون مازال خضراء. وكنخليو واحد شويه اللي كنضيفوها كذلك لا فيرميسيل. هانتوما كتشوفوا الطريقه. هنا لا فيرميسيل راه حنايا مقطعينها بالمقص حتى كتقطع مزيان. وكنضيفوا كذلك هاد الحك ديال الشامبينيون. صافي ملي نحركوا هاد الشيء كامل. هانتوما كتشوفوا الطريقه راه سهله. وكنتمنى ان شاء الله الناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو يشاركوا معايا في القناه ويشجعوني. هنايا انا غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال الهريسه بالنسبه اللي كيبغي الحار. بالنسبه للزيتون انا ما متوفرش عندي الزيتون اللي مقطع. حتى الزيتون راه يمكن لكم تضيفوه حتى هو تيجي زوين في قلب هاد لافارس هادي.
بالنسبة لهاد الخضر هادي نحركهم باش كيشبعوا حتى هما هكا شرمولة. ضروري تحركوا معاهم هاد الشرمولة لأن كتعطي واحد المذاق اللي في الصراحة كيكون زوين بزاف. دابا حضرنا هاد لافارس مع هاد الخضرة. دابا ان شاء الله غنجيو ناخدو الحوت ديالنا اللي غنحاولوا ان شاء الله نعمروه بهاد لا فيرميسيل اللي راه حنايا موجدين. كنحلو هاد الحوت هذا وكنحاولوا دائما نعمروا هاد لا فيرميسيل هي في القلب ديالها، وكذلك ما نساوش حتى الراس كنعمروه مزيان بهاد الطريقه هذه. الطريقه راه سهله ويمكن لكم تاخذوا اي حوت نتوما كتفضلوا. يمكن لكم حتى السردين الا بغيتوا حتى هو تصاوبوه وتحيدوا له الشوك ديالو، راه يمكن لكم تلصقوا وحده مع وحده من بعد ما كتعمروه بهاد لافاس. راه حتى هو راه كيجي رائع بزاف. اي حوت نتوما عندكم راه كيمكن لكم ديروا به هاد الطويجن. انا هنا كنحاول نوزع هاد لافارس هادي في هاد الحوته هادي، وكنحاول ندخل حتى الراس فيه هاد لافارس هادي. هانتوما كتشوفوا حاولوا ما تعمروهاش بزاف باش ما تخرج لكمش هاد لافارس في قلب الطاجين. هانتوما كتشوفوا الشرموله راه شابعه لان خليت هاد الحوته ارتاحت شويه واحد الساعه ونص حتى شبعات شرموله مزيان. انا عندي هنايا واحد مطيشه كبيره اللي راني حكيتها. دابا كتعرفوا مطيشه غاليه، انا استعنت غير بواحد مطيشه وحده هي اللي حكيت بالحكاكه. كنحاول هنايا نفرشها في قلب هاد الطاوه ديال الفران. هانتوما كتشوفوا مطيشه راه ما درتهاش كثيره ومع ذلك راه كيجي الطويجن كيجي رائع بزاف. وكنحاول نخوي هاد الخضر هادي اللي عندي. ماشي ضروري ديروا الخضره بزاف مع هاد الغلا دابا ديال الخضره. حنايا استعنا غير بجوج بطيطات وجوج خيزويات وواحد مطيشه اللي الصراحه نتوما حتى القشره انا ما كنلوحهاش. حتى القشره منين حكيتها راه خليت ديك القشيره حتى هي في قلب هاد الخضره هادي. صافي كنوزعوا هاد الخضر كامله في هاد الطاوه ديال الفران هي باش كتاخذ لنا المكان ديالها. من بعد كناخذوا هاد الفلافل اللي عندنا. انا هنايا عندي فلفله خضراء فلفله صفراء. هاد الفلافل انا عندي في الكونجيلاتور. ملي كيكونوا رخاص ضروري تاخذوا هاد الفلافل وتقطعوهم وديروا في الكونجيلاتور راه ما تتوقع لهم حتى شي حاجه. انا هاد الفلافل راه كلها كانت عندي في الكونجيلاتور. كنحاولوا هنايا نوزعوا هاد الفلافل كلها هي باش باش كان نحاولوا نعطيو لكل بلاصه حقها. وهانتوما كتشوفوا الالوان اللي كيعطيونا هاد الفلافل. اللون اللي كيعطيونا في الصراحه في وسط الطاجين كيكون لون زوين. صافي كناخذوا الحوته ديالنا اللي راه حنايا معمرينها وكنحاولوا نديروها هكا في الوسط لانها كبيره. داكشي باش درت لها هاد الطريقه هادي. صافي وكناخذوا كذلك هاد الفلافل هادي اللي بقات لنا منها شويه وكنزينوا بها الحوته ديالنا. وما نساوش الحار اللي كيفضل الحار حتى هو راه في الصراحه كيعطي واحد المذاق زوين. انا هنايا العين ديال الحوته راني كندير فيها واحد الزيتونه اللي كتكون كحله. ما كنخليش العين ديال الحوته خاويه لان ضروري خصكم تحيدوا داك العين لانها كطرطق بعد الخطرات كطرطق في الفران. وكناخذوا هنايا هاد الفلافل كنزينوا بهم هاد الحوت ديالنا. وعندنا كذلك الحامض مصير اللي حتى هو تنقطعوه شرائح وتنزينوا به هاد الطبق ديالنا. وانا الفران هنايا راه عندي مشعول على درجه ديال 200 درجه حتى كيسخن مزيان الفران ديالي. والفران كراني شاعلاه من الفوق ومن التحت. بالنسبه لهذا الطبق هذا ملي كنبغي نردو في الفران ضروري تاخذوا البابي كويسون والبابي الومنيوم لان حتى هاد الطريقه راه دغيا كيطيب فيها هاد الطويجن هذا. هانتوما كتشوفوا حتى الحامض المصير راه كيجي في الصراحه رائع وكيطلق حتى داك اللوغو ديالو في الحوت اللي كيكون زوين. هنا من بعد ما استفت هاد الخضيره ديالنا نتوما كتشوفوا المنظر ديالها في الصراحه كيجي زوين مع هاد الالوان هادي. وحتى الخضره راني ما كثرتهاش. راه الخضره كي قلت لكم الخضره غاليه بزاف ولهذا انا اكتفيت غير بالقليل. وفي الصراحه راه جا تبارك الله جا غزال كيشهي. اللي كنتمنى حتى نتوما تجربوا هاد الطريقه راه ساهله وبسيطه. واخيرا كناخذوا شويه ديال الزيت الزيتون اللي كنخويوه فوق هاد الخضر هادي بثمن واحد ربع كاس ديال الزيت. انا هنايا بالنسبه لديك الشرموله اللي بقات ليا راه ضفت هنايا واحد المعلقه ديال مطيشه المصبره او مطيشه د الحك.
اللي نخلطها في داك الشويه د المريقه اللي بقات لي ديال الشرموله، صافي وكنخويها هكا غير باش كتعطينا حتى هي واحد المنيضر فوق الحوت اللي كيكون زوين. وهنايا في الأخير ما نساوش العوينة ديال هاد الحوت اللي كنديرو فيها واحد الزيتونة في الأسود اللي كتعطينا واحد المنيضر، ما كنخليوش البلاصة ديال العين اللي زولنا كتكون وهنا كناخد البابي كويسون اللي كنغطي الطاوة ديالنا مزيان، حاولوا تجمعوها مزيان من الجوانب. هاد البابي كويسون راه كيساعد مزيان الحوت راه كيطيب وكيطيب حتى في الوقت ديالو اللي كيكون ما كياخدش منا وقت كتير. كنحاولوا نجمعوا الجوانب وكنديروا كذلك البابي ألومنيوم. أنا راه مشات لي هنايا اللقطة من دازت واحد الساعة ونص على الحوت ديالنا في الفران. هانتوما الشكل النهائي ديالو اللي بصراحة كيجي رائع بزاف. من بعد ما كنعريوه كنحيدو له داك البابي كويسون مع البابي الومنيوم وكنخليو العافيه شويه من الفوق حتى كيتحمر لينا على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالو بصراحه كيجي زوين بزاف. اللي كنتمنى ان شاء الله نتوما تجربوا هذه الطريقه ديال هذا الحوت ديال القرب لانه كيجي رائع. هي ما تكثروش الخضره باش تاكلوا الحوت مزيان. وفي الاخير كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديالي ديال الحوت اللي معمر بالشعريه الصينيه او الفيرميسيل. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى ان شاء الله. وكنتمنى ما تنساوش لي لايك وما تنساوش الاشتراك والى وصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله.